السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الليلة، ونبدأ بشكرنا وثنائنا على الذين اجتهدوا هذا اليوم في صلاة الجمعة في أحد المساجد في بريدة، وتجمعوا وبادروا بالهتاف داخل المسجد، وعلى طول كان الاستعداد الأمني كبير جدا، يعني وكأن هناك غزو خارجي. الاستعداد الأمني ضخم جدا، والعجيب أن هذا الاستعداد الأمني كان ليس فقط كبير، بل كان قبيحا وسيء الأدب ولا يحترم حرمة المسجد. دخل قوات الطوارئ ببساطيلهم واعتقلوا عدد من الأخوة في داخل المسجد، ولكن الأخوة استمروا في الهتاف والتحدي لمدة لا بأس بها، ثم بعد ذلك نجحت قوات الأمن في تفريق التجمع. هذا الذي حصل قبل قليل سمعت أن في تجمع آخر حصل في الرياض في مجمع الراشد. لم تصلني تفاصيل، ننتظر التفاصيل لاحقا. لكن رغم ثنائنا على هذا التجمع وشكرنا للأخوة الذين بادروا فيه، لكنه لم يكن بالطريقة التي تمنينا أن تكون. أنا قلت عدة مرات أي تجمع لن ينجح إلا أن يكون المكان صحيح، والتوقيت والزمان صحيح، والطريقة صحيحة. إذا يعني أنك تختار المكان في مسجد بعيد والتجمع فيه لن يشد الانتباه للأماكن المهمة المحيطة به، ولن يؤدي إلى إرباك، يعني حتى لو جمعت 5000 10,000 شخص ما راح يأثر كثير. يعني الموعد لا بأس، صلاة الجمعة لا بأس، موعد جيد، لكنه لا يمكن أن يكون صلاة الجمعة مناسب إلا أن يكون المسجد مناسب لانطلاق مسيرة. إذا لم يكن المسجد مناسب لانطلاق مسيرة لن يكون المكان هذا مناسب. الطريقة كذلك، التحضير لا بأس به، لكنه كان مستعجل. كان على الإخوة أن يعدوا العدة لوقت ربما أبعد قليلا، إلا إذا كانوا يضمنون عدد كبير من المتجاوبين، ولم يكن هذا يعني حاصل. ما يمديهم الأخوة المتفرقين في البلد، ما يمديهم يحضرون في بريدة في الوقت المناسب. على كل حال حصل خير. إذا كان الأخوة يريدون رأينا فرأينا ما ذكرنا، يعني أنتم خططوا من الآن ليوم آخر، ليكن مثلا الجمعة القادمة في مدينة ضخمة مثل الرياض أو جدة أو مكة أو الشرقية. الرياض أنسب شيء، وأن يكون وسط الرياض في إحدى التقاطعات الكبيرة، يكون المسجد مجاور لإحدى التقاطعات. وما بالضرورة تكون صلاة جمعة، ممكن تكون يعني صلاة عصر أو المغرب أو العشاء. المهم أن يكون المكان تقاطع ضخم جدا، يعني وجود يعني 50 شخص فيه يفعلون فعل 5000 شخص، لأنك إذا استطعت أن تثبت حضورك في هذا التقاطع سيرتبك المكان. ارتباك المكان يؤدي إلى ازدحام وتعاطف من قبل المحيطين، يؤدي إلى مزيد من الارتباك، ومزيد من الارتباك يؤدي إلى مزيد من الارتباك، فتتعاظم القضية ويتعاظم عدد المتعاطفين معك، خاصة إذا كانت الراية المرفوعة راية أشمل شوي من مجرد اعتقال العنوان على كل أشكال الظلم والفساد الموجودة في البلد. فإذا الذي نقترحه ليس بالضرورة يوم الجمعة، المهم أن يكون في تقاطع مهم في الرياض، وأن يكون الإعداد جيد. لا تحدد التقاطع، أعلن دون أن تحدد المكان، لكن حدد تقريبا المنطقة، مثل وسط الرياض، مثل ما بين كذا وكذا. وفي اللحظة الأخيرة قبلها ب10 دقائق تحدد المكان، وأنت تكون قد أعددت مجموعتك الذين تعتمد عليهم، قد عددتهم ووجهتهم للمكان الصحيح. الناس الذين تجمعوا في المكان المحيط ينتظرون هذا التجمع أن ينجح حتى يلتحقوا به، فتكون جمعت ما بين الميزتين، ميزة إخفاء المكان عن جهاز الأمن، وميزة تهيئة الآخرين للحضور قريبا منه. لأنك إذا أعلنت أغلق المكان، إذا أعلنت بالضبط مكان التجمع أغلق المكان وحرمت فرصة المبادرة. وإذا ما أعلنت أبدا ما راح يحضر إلا اللي أنت علمتهم بس، واللي عددهم قليل. فأنت تجمع ما بين الميزتين، تعلن الزمان والتوقيت، التاريخ والتوقيت،
وتعلن المكان في الجملة، تقول والله يعني المنطقة مثلا، يعني مثلا على طريق الملك فهد من تقاطع كذا لتقاطع كذا في أي مكان من هذا. خل الأمن يتشتتوا، ما معقول يركزون قوتهم في يعني ينشرون قوتهم في كل هذه المسافة الممتدة، أو تقول والله في المربع الفلاني كذا وكذا، خلهم يتعبون في هذا المكان. لا، في اللحظة الأخيرة أنت تحدد المكان، أو أنك ممكن تعلن مكان ويكون المكان الحقيقي ليس بعيدا عنه، مكان قريبا منه في دائرة قابلة للرؤية من قبل البصر. إذا استطعت في اللحظة المناسبة أن تغلق التقاطع بسبب ازدحام، ما راح يقدرون يصلونك أصلا قوات الطوارئ ولا قوات الشرطة، لأن أصلا مجرد إغلاق الطريق يعني يعينك أنت ويعطيك المبادرة قبل أن يصلوا. فهذه نصيحتنا لإخواننا وجزاهم الله خير. نصيحتنا للنخب أو رسالتنا للنخب، ولو أن تكلمنا عنهم ومعهم كثير، أقول يعني إذا استمريتوا بهذه الطريقة سيكتب التاريخ أنكم أهل خذلان إن لم تكونوا أهل خيانة، مع الأسف الشديد، على الأقل خاذلين. يعني ما راح نقول خيانة، لكن نقول خاذلين، أهل خذلان. يعني شيخ في مصاف علماء الزمان الكبار، حفظا وعلما وجهادا وفضلا وثباتا وتحديا للظلم والطغيان، مثل الشيخ العلوان، تتجاهلونه وكأنه غير موجود، ولا تفزعون له بعد اعتقاله، وتحرككم ومن تحرك منكم يتحرك باستجداء الظالم استجداء. هذا الحقيقة خذلان وخيانة للمسؤولية. إن لم تتحركوا فالنصر قريب، يعني الفرج قريب لا شك في ذلك. بيطلع الشيخ غصبا على ابن سعود، غصبا على ابن سعود بيطلع لا شك في ذلك، يطلع إما على يد هؤلاء الشباب الذين يتحركون، أو على يد أحداث الله أعلم بها كيف ستتم. وسيسجل عليكم التاريخ غير السجل الذي عند الله سبحانه وتعالى، سيسجل عليكم التاريخ أنكم خذلتم الشيخ وخذلتم القضايا التي مثل قضية الشيخ، خذلتم آلاف المعتقلين من أمثال الشيخ الراشد والدكتور سعود الهاشمي، وقائمة طويلة من المشايخ والفضلاء والمصلحين في هذا البلد. يعني ولكن هذا الخذلان تبين وتركز حينما اعتقل الشيخ العلوان الذي يعني لا لسنا في مقام المقارنة بينكم وبينه، ولا نريد أن نثير الحسد والغيرة الذي يعني يجمع كل من يعرفه أنه يتفوق على الموجودين فضلا وعلما. فإن لم تتحركوا بعد الشيخ العلوان فستكون ختام الخذلان وختام الخيانة للمسؤولية التي كان ينبغي أن تتحلوا فيها، وسيسجل عليكم هذا في البلد، وقبله قد سجل عند الله سبحانه وتعالى فيما نحسب، والله أعلم. يعني لسنا قيمين على ما عند الله، لكن نحسب أنه سجلت عليكم الخيانة والخذلان عند الله سبحانه وتعالى. لا يقول قائل والله نحن قائمين بالسر ونعمل ما لا تعلمون. لا يمكن أن في هذه المقامات لا يمكن أن يحسب لكم فضل إلا بالإنكار العلني على هذا الظلم العلني، ظلم علني وطغيان علني وفساد علني. ما ينفع الحكي بالسر، لا يمكن أن يحفظ لكم أمر إلا بإنكار علني وموقف علني. ونحن لا نريد فوضى، يعني كل واحد يجر من جهة، لا، تستطيعون بكل سهولة أحد المبادرين من المشايخ أو القيادات الثقافية والقيادات الاجتماعية الموجودة في البلد يبادر هو بشكل بسيط وذكي وحكيم وسهل، ويبادر ويجمع توقيعات من المشايخ، ليس استجداء للظالم ولكن إثبات إنما حصل للشيخ ظلم وطغيان، وأنه يجب أن يطلق سراحه فورا. ليس فيه استجداء ولا هو موجه أصلا للحاكم، موجه للشعب. أننا نؤكد للشعب، موجه للأمة، أن هذا بيان للناس وليس بيان لابن سعود، بيان للناس أن سجن الشيخ وغيره من العلماء ظلم وطغيان، والسعي لإطلاق سراحه وإطلاق سراح غيره واجب متعين بكل الوسائل المشروعة. هذا
أقوى بكثير وأكثر سلامة وأمنا من أنه والله كل واحد يطلع لي بيان الوحدة ولا يكتب لي تغريدة ولا مدري إيش. يا أخي بسيطة، وكلها 4 سطور بس، تكتب فيها كلمتين، اجمع فيها. إذا جمعت فيها 20 توقيع استطعت أن تجمع فيها 200 توقيع أو 2000 توقيع، بس اجمع 10 و20 الأولى. هذا تعليقنا على كلام نشاط الإخوة اليوم، ونتوقع منهم المزيد من النشاط، مع أنه والله كثير من النشطاء في قضية الاعتقال يعني جزاهم الله خير آلاف راحوا لسوريا. يعني ما يعني كان الأخوة يراهنون على هؤلاء الذين ذهبوا لسوريا، لكن إن شاء الله فيهم خير إن شاء الله. طيب ننتقل الآن. أنا وعدتكم بمجموعة إجابة على مجموعة أسئلة مهمة، ومع أن بعضها أجيب عليه لكنه يكرر الإخوة والأخوات ضرورة تكرار الإجابة أو التوسع في بعض مناحي الإجابة. بالنسبة للأهداف والوسائل هذه سمعتموها في ملخص المقدمة التي ملخص الكليب الذي نعيده كل ساعة تقريبا. بالنسبة لبرنامجنا لما بعد زوال آل سعود نشرناه عدة مرات وتكلمنا عنه عدة مرات وتكلمنا بشكل واضح، وبرنامجنا الذي يقع في 3 مراحل أسهبنا فيه، وموجود مكتوب وموجود مصور. من يريد أن يحصل عليه يجده في التويتر. يقول لماذا لا يدعمكم أحد من العلماء والمثقفين والشخصيات المشهورة؟ من قال أنهم لا يدعموننا؟ يعني لازم يعلنون حتى تعلم أنهم يدعموننا. كثير منهم يدعموننا لكن ما يستطيع. إذا دعمنا علنا أصلا مجرد أنه يبدي شيء من التعاطف معنا يكفي الاعتقاله. يعني هذا مشايخ كثير يعني أصلا ما دعمونا، فقط فكروا بطريقة شبيهة بطريقتنا تعرضوا للاعتقال. فلا يفترض أن الذي لا يدعمنا علنا أنه لا يؤيدنا. نعم هناك عدد كبير من المشايخ يتفادون الحديث عنا مطلقا، لا بالخير ولا بالشر، وهناك من ينتقدنا صحيح، لكن هناك كذلك عدد كبير يتعاطفون معنا ويثنون علينا في المجالس الخاصة، ولا مشايخ مثقفين ويتمنون لو يستطيعون دعمنا علنا، ولكنهم لا في الوقت المرحلة الحالية ما يستطيعون. وطبعا هم يعني يشكرون على هذا الموقف، لكنهم كذلك يوجه لهم عتب. ما يمكن أن تستمر أن ترضى بهذا الوضع. يجب أن تنظم نفسك وتمارس الريادة والمبادرة حتى تتمكن من قول ما تريد فيما يخص عدم شرعية السلطة، فيما يخص الموقف من القضايا المحلية والإقليمية الحالية التي تعارض السلطة، فيما يخص الموقف من ما يسمى بالمعارضة. لازم تفرض على السلطة فرض أنك تستطيع أن تقول ما تريد. الطريقة الوحيدة التي تمارس فيها الريادة والمبادرة في هذا الموضوع أنك تعمل خلف الكواليس لفترة بسيطة في إقناع عدد معين من أن يظهروا للعلن بدفعة واحدة. هذا الحل. يعني مشايخنا الله يسامحهم وعدد كبير من مثقفينا ما عندهم هذه الريادة ولا هذه المبادرة. ما يعرف كيف يكسب الجولة، لا، ولا يعرف كيف يقود معركة سياسية ولا معركة حركية. أنا ما أتكلم عن معارك قتالية ولا عسكرية. معركة حركية أو سياسية ترى سهلة، أو إعلامية سهلة جدا. أنت فقط تستغل ما يمكن أن تعمله هو الاتصالات الفردية والزيارات الخاصة واللقاءات المحدودة حتى تنظم لبيان أو موقف علني مشترك يحمي به بعضكم بعضا، حتى لا تقع في خطورة أكلت يوم أكلت الثور الأبيض. فكلما تحركتم بشكل جماعي، أنا ما أقصد جماعي أنك تأسس جماعة ولا تأسس حركة ولا تأسس حزب، لا ما يحتاج، فقط أن يبادر أحدكم بكل هدوء وسرية، يلف على مجموعة 10-20 شخص ينتزع منهم توقيعات على موقف معين. ما يحتاج تأييد الحركة. يعني مجرد مثلا الاعتراض على المعتقلين، مثل اعتقال الشيخ العلوان، مجرد الاعتراض على المعتقلين، ويكون الخطاب موجه كما ذكرت قبل قليل موجه للشعب، للأمة، بيان للناس. أي بيان موجه للسلطة
ما لم يكن إخبارا لها أنها قد نسفت شرعيتها، بالعكس يعود بنا إلى الوراء، يؤخرنا الوراء. يكون هذا بيان موجه للناس، ويكون واضح وصريح أنه الوضع سيء جدا، وأنه لا بد من التحرك، وأن كل وسائل التحرك المشروعة واجبة فورا، واجبة متعينة فورا. هذا بهذه الطريقة إذا استطعت أن تلف على مجموعة وتنتزع منهم بيان من هذا القبيل، أنت نقلت الأمة من طور إلى طور، نقلت الأمة من مخاطبة الحاكم إلى مخاطبة الناس مباشرة، نقلت الأمة من الكلام الفردي لفلان وفلان وفلان إلى كلام جماعي، نقلت الأمة من الحديث عن استجداء الحاكم والرضا به قدرا أنه ملكنا وحاكمنا ومسؤولنا، إلى أنهم يستبعدون هذا الحاكم ويفترضونه غير موجود حتى يبادروا هم الناس بالتحرك. فإذا هذا جاوبنا على من يقول لماذا لا يدعمكم أو لم يدعمكم أحد من العلماء والمثقفين والشخصيات المشهورة. يقول طريقتكم غير واقعية والدليل أنه لم يتحرك أحد. لا، شوف، احنا طريقتنا لا تحسب بالتحرك، طريقتنا تحسب بكم من الوعي حصل خلال مسيرتنا. يعني أنت لا شك أن النتيجة النهائية هي في التغيير، لا شك في ذلك، تغيير الكامل، لكن أنت من أجل التغيير لابد أن تمر عدة مراحل. أول مرحلة هي التوعية العامة بأن الوضع غلط. ثاني مرحلة هي التوعية بأن هذا الوضع الغلط سببه ابن سعود. ثالث مرحلة أنه هذا الوضع الغلط ما يمكن أن يحل إلا بإزالة ابن سعود، التوعية، لا إزالة توعية. رابعا أن إزالة ابن سعود لها بديل، أن هناك برنامج بديل يعني واضح وقوي. هذه المراحل التوعية أعتقد أنها تمت. يعني الآن أي شخص مهتم، دعك من الناس ما مهتمين بالسياسة، أي شخص مهتم بالسياسة أو مهتم بالأمن بالأمر العام أو بالشأن العام يدرك أن الوضع كارثي وخطير، ويدرك أن السبب هو ابن سعود، ويدرك أنه لا يمكن حل الوضع من إصلاح من الداخل ولا بد من التغيير. دعك من مجاملات الناس ونفاقهم في كلامهم العام، أنا أتكلم عن حقيقة إدراكهم الداخلي، ويدرك أن هناك برنامج بديل مبني على العدل والكرامة والحرية والمشاركة السياسية والمحاسبة والقضاء على الفساد وكذا 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 إلى آخره، طبعا كله تحت مظلة الشريعة. فإذا من هذا الجانب طريقتنا مو بس واقعية، جابت نتيجة كبيرة في كسر عدد كبير من الحواجز. بقي قطف الثمرة قد يطول كثير، حتى الأنبياء طال قطف الثمرة، وبعضهم حتى يعني إما توفاه الله قبل أن يقطف الثمرة، الثمرة الدنيوية ولا ثمرة الآخرة له، أنك نبي يعني في أعلى المقامات في الجنان، لكن أو أن يكون الله سبحانه وتعالى عاقب الأمة لأنها لم تستجب له، عاقب هذه الأمم لأنها لم تستجب له. يعني نوح 950 عام لم يسلم على يديه إلا عدد قليل جدا، والآخرون عوقبوا. المهم أن نحن من ناحية الوعي الحمد لله أتينا بنتيجة جيدة، وبإمكانك أن تقارن وعي الناس بهذه النقاط الأربع بوعيهم قبل 10 أو 15 سنة. طيب، ما هي عدم واقعية الناس؟ عدم واقعية بمعنى الناس ما ينفذون مطالبنا بالتحرك السلمي. هذه سنناقشها كإجابة على سؤال آخر يقول لماذا لا يتحرك الشعب ولماذا لا تتحرك النخب، سأجيب عنها تحت ذلك السؤال. لكن أقول هذا الأسلوب التحرك السلمي هو أنت ما عندك خيار، إما أن تستمر في استجداء الإصلاح من الحاكم، أنت عندك هذا طرفي الطيف، إما تستمر تقبل يد ابن سعود تقول الله يخليك تقضي على الفساد، الله يخليك تطلع المساجين، الله يخليك تعطينا فلوس، الله يخليك توسع الحريات، تستجدي كل شيء من الحاكم، وهذا مستحيل ما راح يحصل، لأن الناس قاعد يستجدون من زمان والحاكم لا يريد، ليس من مصلحته أن يقدم هذه التنازلات أو أن تلجأ إلى العنف إلى القوة. فنحن يعني إذا أنت قلت أننا طريقتنا غير واقعية، فأنت تقول أن الواقعي واحد من هاتين الطريقتين. كيفك؟ يعني أنت لك الحق أن تختار
الثلاث طرق هذه، إما أن تستجدي الحاكم استجداء، وهذا يعني لا شك أنه أسوأ من الناحية الواقعية، ثبت واقعيا أنها لم تنفع أسلوب الاستجداء. دعك من أنها تتعارض مع الكرامة، تتعارض مع العزة، تتعارض مع ليش، وتتعارض مع حتى الواجب الشرعي، لأن هذا النظام لم يعد شرعيا. لكن من ناحية الواقعية أن تتهمون بعدم الواقعية، طيب هذا الاستجداء ما نفع، حتى أخواننا حقين الملكية السورية ما نفعهم، يعني استجدوا الملك كان يعطيهم ملكية السورية، آخرتها انتهوا في السجون بسجن 11 سنة. طيب إذن هذا الجانب غير واقعي. الجانب الآخر اللي هو التغيير بالسلاح، هذا كذلك خيار ثاني. هل هو واقعي ولا غير واقعي؟ الله أعلم. الطريقة التي تمت في ما بين 2003 و2007 هذه مو بس غير واقعية، كانت طريقة ضارة. يعني خسر التيار الجهادي، وخسر حتى كثير من دعاة السلمية خسروا، لأن الدولة استغلت أخطائهم حتى تتسلط علينا وعلى شبابنا. إحنا عندهم طريق آخر، أسلوب آخر، الله أعلم، عاد ما نستطيع نحكم واقعي ولا غير واقعي. فإذا الذين يقولون طريقتنا غير واقعية، هذا ردنا عليهم. وهل أنجزنا ولا ما أنجزنا؟ أنجزنا بحمد الله، وقطف الثمرة يأتي بعد كسر الحواجز الأخيرة. كيف يأتي السيناريو؟ كيف يأتي؟ هذه تونس ما حد توقع أن يكون الانفجار فيها بهذه الطريقة، ولا حد توقع في ليبيا التي أشد قمعا منا أن يكون الانفجار فيها بهذه الطريقة، ولا حتى في مصر، ولا حتى في سوريا. طيب لماذا لا يتحرك الشعب ولماذا يتحرك النخب؟ شوف، الشعب محتقن. السؤال هو الشعب محتقن، يعني الشعب، نحن نعيد صياغة السؤال، نقول الشعب محتقن فعلا. مستوى الغضب عند الناس، اللي غضبان عشان البطالة، واللي غضبان عشان السكن، واللي غضبان عشان الفقر، واللي غضبان عشان المظالم، مسروقة أرضه، معتدى على عرضه، عنده مشاكل كثيرة ما قدر يحصلها، محروم من الخدمات، الفوضى في البلد. أو الناس اللي أوعى شوي، اللي يحسون بالمسؤولية تجاه الوطن، تجاه الحريات، تجاه المشاركة السياسية، تجاه المحاسبة، تجاه الشفافية، وهؤلاء كثير كذلك. فإذا الشعب محتقن، والناس يريدون التغيير، أو عدد كبير من الناس يريدون التغيير كما ذكرت قبل قليل في إنجازات الحركة. طيب ليش ما يتحركون؟ لماذا يتحركون؟ لأن التغيير السلمي يحتاج إلى حاجتين ما هي موجودة في بلدنا، يعني لا يمكن أن توجد إلا أن تكسر نوع من أنواع الحواجز. يعني في بعض الدول موجودة، ووجودها هو الذي يغنيهم عن كسر الحواجز الأخيرة. الحاجة الأولى الخبرة في العمل الحركي والميداني. يعني معظم الدول، حتى الدول القمعية، تونس، سوريا، مصر، فيها مؤسسات مدنية حتى لو كاذبة، مؤسسات مدنية تابعة عندهم نشاط حزبي، نشاط سياسي، عندهم مصطلحات سياسية رائجة، عندهم نقابات، عندهم جمعيات مختلفة. ما هي مشكلة، تابعة للنظام أو مشرف عليها النظام، لكن الناس يتكلمون سياسة، ينظمون أنفسهم في مجالس أو كذا سياسة. حتى ليبيا الجماهيرية الشعبية الاشتراكية كان فيها جمعيات ومجالس فيها قاموس سياسي ضخم. احنا عندنا ما في أي نوع من أنواع النشاط السياسي أو العمل السياسي. حتى القاموس السياسي الذي دخل قاموس نظري، لم يبنى عليه نشاطات، لا نشاطات اجتماعية بحتة، ولا نشاطات أكاديمية في الجامعات والمدارس أبدا. ما موجود عندنا إلا تيارات حركية سرية، مع الأسف الشديد دورها سلبي في هذا الجانب، دورها لمنع الناس من التحرك، لأنهم يخافون على مكتسباتهم التربوية بين قوسين، فيمنعون شبابهم من الانخراط في أي عمل سياسي. فدورهم بالعكس سلبي وليس إيجابي في هذا الاتجاه. فإذا هذا السبب الأول. السبب الأول أن الناس ما عندهم خبرة في العمل التنظيمي الحركي، ولا نقابات ولا جمعيات ولا مؤسسات مجتمع مدني أبدا. يعني حتى أخواننا في حسم حينما فرضوا فرضا جمعية حسم، التعاطف والانتماء لهم كان محدود جدا، يعني إلى درجة أنهم يعني حينما تحركوا واعتقلوا تقريبا كانوا يعني منسيين من قبل الناس مع الأسف الشديد. يعني لم يتحرك معهم إلا نخب محدودة جدا.
طيب هذا السبب الأول، هذا السبب صعب يعني بعد ما شاب ودوا الكتاب ما معقولة نبدأ من جديد ونعلم الناس التنظيم ونقول لهم والله خلونا نبدأ نقابات نبدأ، ما يصير. أنت النظام ما يسمح لك. النظام يجب أن تفرض هذا الأمر فرضا، ويجب أن تفكر بشيء نوع من أنواع التنظيم حتى لو كان محدود، تفكر تنظيم خلف الأسوار، تنظيم سري حتى لو كان محدود جدا، يعني بضعة مئات يتفقون فيما بينهم بأي مظلة قبلية، مظلة عمل، مظلة طلاب، مظلة منطقة، جيران، ناس بينهم ثقة، درجة عالية من الثقة، لا يمكن أن يخونوا بعضهم بعضا، يتكتلون 200 هنا و400 هنا و500 هنا، فيصنعون تنظيما يمكن من خلاله أن ينشئوا النواة الأولى في التحرك. السبب الثاني هو أن النظام على الأسف الشديد رب الناس على الشك في بعضهم البعض، وهذه كل الأنظمة هذه طريقتهم، لكن يعني كسر الحواجز يجعل الناس ما يهمهم، والله هذا المباحث نبي نتحرك، ما انكسر الحاجز. إذا ما انكسر الحاجز يجب أن لا يمكن أن يتحرك الناس إلا بأن يثق بالآخرين. يعني مثلا إذا دعي الناس إلى مظاهرة يقولك والله شو وديني من يقول الناس يستجيبون، أنا لو أعلم أن الناس يستجيبون أروح أول واحد. طيب كيف أروح أنا وأنا أعلم أو أرجح أو يغلب على ظني إنه ما راح يجي أحد، أو راح يجي نفرين 3 أو 10 20 100 200 بس، شو الفائدة أروح أنتهي عند المباحث؟ لو أضمن أنه يجي 1000 2000 10000 أنا في مقدمة المتظاهرين، بالعكس أكثر منهم حماس. كيف تستطيع أن تقنع فلان أن في ناس جايين؟ لو كان مستوى الثقة بين الناس عالي جدا، وابن سعود ما وجد هذا الإسفين بين الناس في مستوى الثقة، لا رأيت جمع الناس في تجمعات سهل جدا يعني. وهذا كما ذكرت قبل قليل يحله حلين، إما يمكن حله بطريقتين، إما أن تنشئ تنظيم يتعاهد فيه الناس على تحرك ليس فيه مجال للتراجع وكأنه قتال يعني، أو أنك تكسر الحواجز. إذا كسرت الحواجز ما عاد الناس يهمها والله هذا مباحث يجون، وهذا الذي حصل في تونس وحصل في ليبيا وحصل في مصر وحصل في كل مكان. إذا كسرت الحاجز الناس ينتقلون من طور يحسبون للتحرك 1000 حساب إلى طور اللامبالاة. إذا كسرت هذه الحواجز وصاروا لا يقلقون من النظام، الناس ينتقلون من طور أنهم يحسبون للتجمع، يحسبون لمواجهة النظام، يحسبون للإشكالات مع السلطة، إلى طور أنهم لا يلقون لهذا الوضع أي حساب. فهذا المطلوب. إذن إما نكسر الحاجز أو نوجد التنظيم أو كلاهما. كيف تكسر الحواجز؟ الحواجز تكسر بطريقتين. الطريقة المعروفة أنك تنجح في تكوين النواة الأولى، تجمع لي على الأقل 500. الأخوة اليوم جمعوا حول 100-200 ما يصلح، ما يكفي. وتجمعهم في مكان بعيد ما يكفي، ما تكسر الحاجز. صدقوني لن يكسر حاجز. الحاجز تكسر في مكان مزدحم وعليه العين، موجود فيه الكبير والصغير، موجود فيه ابن الوطن المواطن والوافد، موجود فيه كل السفارات وغيرها. خل يحرج النظام في هذا المكان. تلتقي عنده كل المركبات والسيارات ووسائل النقل اللي جاية من كل مكان، فيحس الناس أن هذه المدينة اهتزت، هذه المدينة فعلا عطلت وارتبك فيها الحركة بسبب تجمع ما. حينئذ أنت تصنع حدث كبير، هذا الحدث الكبير هو الذي يكسر الحاجز. فإذا لابد من ما لا يقل عن 400-500 شخص، ولا بد أن يكون في مكان صحيح وطريقة صحيحة. هذه الطريقة، هذه الوسيلة الدارجة في التجمعات التي نجحت في تونس ونجحت في ليبيا ونجحت في مصر وفي غيرها. طيب الطريقة الثانية إيش؟ الطريقة الثانية ما نعرفها، يعني اختراعات في كسر الحاجز كثيرة جدا، وبعضها قد يكون في تحايل فني وذكي جدا، تحايل حركي، تحايل عسكري، تحايل اتصالاتي، يعني اختراق كبير في جهاز الاتصالات، اختراق كبير في أجهزة الإعلام. تستطيع
من خلال عملية ذكية جدا أن تخترق أجهزة الإعلام أو تخترق أجهزة الاتصالات وتوجد حركة تؤدي إلى كسر الحواجز. نفس الشيء حيلة معينة عسكرية تستطيع أن تؤدي فيها كسر حواجز. لا أريد أن أحددها تحديدا حتى لا يقال إننا ندعو للعنف. المهم أنه كسر الحواجز متعدد الأشكال، كيف يتم وكيف ما يتم هذا الذي نعرفه نحن بصفتنا نؤمن بالعمل السلمي هو طريقة النواة التي تجتمع في مكان حساس وتؤدي إلى إرباك الوضع في البلد. فهذا سبب لماذا لا يتحرك الشعب. أما لماذا لا يتحرك النخب، فهذا سبب الحقيقة تكلمت عنه عدة مرات وأشرت إلى ما هي الموانع التي تمنع النخب. بعضهم خائن، يعني خلص مع النظام، يعني مع النظام مستفيد ماديا، مستفيد مركز، مستفيد منصب، لا يريد أن يفقد هذا المنصب، بالعكس هو أصلا ضدك، مو بس ما بيتحرك، هو ضدك أصلا. وبعضهم مستفيد وما هو ضدك لكنه لا يريد أن يتحرك. فهذا النوع الأول خائن أو منتفع. النوع الثاني كما ذكرنا جبان، خواف، يعني ما عنده استعداد، لا يريد أن يتورط مع النظام، يعتقل، يؤذى، يحرم من أهله، يتعرض للمضايقة. جبان يعني. والجبن هذا ليس خوفا محسوبا، يعني ما هو خوف محسوب بطريقة محددة. يعني مو يقول والله أنا أخاف إذا سويت التصرف الفلاني أنه والله أعتقل وأعاقب. لا، هو خوف وسواسي، هو يتراوله أنه حتى تفكيره من داخل دماغه سيحاسب عليه، فذلك يتحاشى حتى التفكير. مجرد كلامه هو يظن أن ابن سعود هذا يستطيع أن يصل إليه في بيته، في الحمام، في غرفة النوم، يستطيع أن يصل إليه حتى لو سافر برا وقابل الناس، حتى لو استخدم كل وسائل السرية في وسائل الاتصال. عندك وسائل الاتصال الآن تشفير راقية جدا، أكثر أمنا من أن تلتقي خلف جدران 4. يعني في بعض وسائل الاتصال فيها تشفير عالي جدا. أبدا ما يثق بشيء أبد، ولا يثق حتى في بيته، ولا يثق حتى لو سافر مع صديق إلى الأرجنتين ولا إلى روسيا، يتراوله أن ابن سعود لاحقه هناك. هذا خوف وسواسي، حتى لو ما كان مريض نفسي أصلا. مع الأسف الشديد عدد كبير منهم يصابون بهذا الوسواس بدون أن يكونوا مرضى نفسيين من شدة الهلع ومن شدة الخوف. تجده يتحاشى أمور مستحيل يصيب منها ضرر من ابن سعود، ولكنه يتحاشى. فهذا النوع، هذا المانع الثاني، وهذا طبعا لا يليق بالمؤمن ولا يليق معليش أقولها بصراحة، ما يليق بالمؤمن هذا الخوف الوسواسي. كيف تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو العزيز وهو المحيي وهو المميت وهو الرزاق وهو القدير وهو البصير وهو السميع، وصار ابن سعود هو القدير وهو السميع والبصير؟ صارت كأنها شرك والعياذ بالله. ما يمكن، ما يليق بالمؤمن. شو اسمه. ورقم 2 هو موجود ومنتشر مع الأسف الشديد، ولا يليق بصاحب الكرامة والعزة. النوع الثالث هم الذين يعني يظنون أن هناك مصلحة من تأجيل الموقف. يقول لك والله يعني زينت لهم أنفسهم، ما نقيل الشيطان، زينت لهم أنفسهم والله أنه نؤجل الموقف لأنه ما في مصلحة الآن من مواجهة الدولة. يا جماعة احنا ما قلنا لكم اوقفوا بالصفات في وسط الرياض وقولوا ابن سعود كافر ولا ابن سعود مجرم ولا ابن سعود. ما احنا بغيناكم تتحركون بطريقة ذكية، بطريقة مرسومة وهادئة، وبغيناكم كذلك ما تمدحوا النظام ولا تتصرفوا تصرفا يفهم منه إضفاء الشرعية على النظام. فهذا النوع الثالث اللي هو يزعم أنه يؤجل لمصلحة ما. وهذا النوع إذا كانت المصلحة محددة وفعلا هو شغال عليها بشكل قطعي على عين وراس، يؤجل لهدف معين، نسكت، الله أعلم فيه. لكن إذا كانت المصلحة ما هي واضحة ولا معروفة، وهذا الشخص يعني يؤجل هروبا نفسيا، يعني هو أقرب الجنس اللي قبله اللي هو الجبناء الوسواسيين، الخوافين الوسواسيين، لا هذه ما مرفوضة، هذه من نوع من أنواع
الخيانة. النوع الرابع اللي ما يعرفون، ما عنده خبرة كيف وده يتحرك ترى ولا انه واحد بس يتمنى يتحرك، ما عنده خبرة. النوع الرابع ما عنده خبرة انه كيف يتحرك، ما عنده اي خبرة كيف يتحرك، ولا يعرف كيف يمارس الريادة، ولا يعرف كيف يمارس المبادرة. هذا النوع من الناس. لا بأس، أنا أعرف ناس يعني متعاطفين معنا كما ذكرت قبل قليل، متعاطفين مع كثير من التيارات معارضة النظام ويكفرون النظام حتى، لكن ما أعرف يسوي. يا جماعة ترى يعني برضو هؤلاء مقصرون، لأنك أنت لو تبي تبني بيت تعرف شو تسوي، لو تبي تفتح تجارة تعرف شو تسوي، لو تبي تدرس مسألة شرعية تقدم فيها دكتوراه ولا تعرف شو تسوي. طيب لماذا لا تبذل جهدا ذهنيا وفكريا مثل ما تبذل جهدا ذهنيا وفكريا وتخطيط في بناء البيت وفي جمع الأموال وفي كذا؟ فأنت مقصر، هذا تقصير ولا تعذر فيه. لا تعذر في أنك كيف تفكر في أن تعد العدة للترتيب مع الآخرين حتى تكسبهم معك وتخطط من أجل كسب الجولة. هي معركة سياسية، معركة فكرية، معركة اجتماعية، قبل أن ينتقل فيها إلى معارك مسلحة. قبل ذلك هي معركة إعلامية سياسية فكرية، كيف تكسب هؤلاء الذين يفكرون مثلك، كيف تصل إليهم، كيف تستثمر فكرهم معك. هذه تحتاج منك إلى مبادرة. يعني فلان وفلان وفلان من المشايخ أعرفهم على درجة عالية من الشعور بالمسؤولية، لكنه مخطئ، مقصر، لا يبذل جهدا كافيا في التخطيط حتى يستفيد من هؤلاء الذين يفكرون مثله. هذا بالنسبة لماذا لا تتحرك النخب. لماذا لا نرى أشخاص آخرين على الشاشة في قناة الإصلاح؟ شوف، الرغبة في إكثار مو العاملين، الشخصيات التي تواجه الجمهور في حركة الإصلاح قديمة جدا. من أيام ما كنا لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية كنا نسعى مع المشايخ، مع المثقفين، مع المختصين، مع الأكاديميين أن يلتحقوا بنا، وكنا ندرك أهمية تعدد الوجوه، وكنا يعني نشتغل على حاجتين. الحاجة الأولى إكثار هذه الوجوه، الحاجة الثانية الرضا بوجود شخصيات هنا حتى لو ما طلعت على الملأ، حتى لو ما كانت ظاهرة على الملأ، ولكن حتى لا يقال إن عملنا هذا عمل فردي. يعني نحن لنا علاقات والحمد لله جيدة، كثير من التيارات، كثير من الشخصيات، حتى لو انتقدناهم، كثير من هؤلاء الذين بيننا وبينهم نوع من أنواع الانتقاد، لا تزال بيننا وبينهم خيوط جيدة واحترام عالي. نعم الاتصال محدود بسبب الظروف الأمنية، لكن الاحترام عالي جدا والتقدير عالي. أيام ما كانت الاتصالات سهلة في بداية انطلاقنا للخارج كنا نقول يا جماعة نحن بحاجة إلى شخصيات في الخارج، فكانوا يقولون والله يعني مع الأسف الشديد اعذرونا، نحن ما حنا مثلكم، ما عندنا استعداد نطلع برا وينقطع بنا السبيل وما ندري ايش يصير علينا. يعني آخرون يطرحون أسباب أخرى لكنها كلها تدور حول عدم القدرة على تحمل الانقطاع في الخارج. كانت هناك تجربة لبعض الشخصيات تعرفونها لم تكن موفقة مع الأسف الشديد. المهم أنه نحن نريد كل التخصصات، نريد شخص في العلوم الشرعية متكلم يواجه الجمهور، نريد شخص في الاقتصاد، شخص في العلوم السياسية، شخص في التنمية والخدمات وغيرها، شخص في الإحصاء، في علم الاجتماع، في التاريخ، أي نوع من التخصصات نحن بحاجة له. فمن منكم يعرف شخص لديه تأهيل، مو بس تأهيل بمعنى عنده شهادة وعنده، يمكن ما يحتاج شهادة، أهم شيء عنده علم وعنده قدرة على مواجهة الجمهور، يتكلم بكفاءة وينضبط بهذا البرنامج والسياسة التي وضعناها، بالعكس احنا يعني مو بس نرحب، نكون شاكرين لمن يستطيع أن يقنع من يحضر لدينا. هذا جواب على من يقول لماذا لوحدكم على الشاشة؟ ما هي حقيقة امتدادكم في الداخل؟
ما هي حقيقة انتشار يعني حركتنا في الداخل؟ شوف هذا السؤال يعني الإجابة الموضوعية مستحيلة، لأن ما في وسيلة إحصاء. يعني الدولة قمعية ما تستطيع تسوي والله استبيان تشوف والله كم عدد الذين سمعوا رسالتنا، عدد الذين لهم وجهة نظر، وجهة نظر وبس، عدد المؤيدين، عدد المتوقفين، عدد المعارضين لكلامنا، عدد الذين يؤيدوننا في هذه النقطة ويخالفون في هذه النقطة. ما تستطيع، ما عندك وسيلة موضوعية تستطيع أن تتعرف فيها على هذه الإجابة. لكن نستطيع بالانطباع وبالمعلومات غير المباشرة أن نجيب جواب ما هو دقيق، لكنه ليس فيما نزعم ليس خطأ، يعني ما هو دقيق. أما من ناحية معرفة الناس بوجود حركة الإصلاح وقناة الإصلاح ونشاط حركة الإصلاح ورموز الذين مروا على حركة الإصلاح، أعتقد معظم الغالبية العظمى من الناس في المدينة وفي القرية وفي البادية وفي الصغير والكبير والشرق والغرب والشمال والجنوب يعرفون حركة الإصلاح، يأيدونها الموضوع ثاني. فالموضوع الأول إذن تقريبا الغالبية العظمى من الناس. الناحية الثانية نسبة الذين يتابعون، مو يتابعون بمعنى يسمعون كل يوم، يتابعون يهمهم ماذا قالت حركة الإصلاح، كذلك نسبة عالية ليست بنفس مستوى من يعرفون عنا، لكن هناك عدد لا بأس به، يعني يقول 70-60% يهمهم أن يعرفون، مو يوميا، ما هو ضرورة يومي، يهم يعني سواء بالتويتر سواء بالقناة سواء بأسبوع مرة بأسبوعين مرة، المهم يهمه أن يعرف ما هو موقف حركة الإصلاح. يأتي بعدها من هو مقتنع برسالة الإصلاح بغض النظر، يعني يؤيد الحركة تأييد مباشر ومستعد يتعاون معها ولا لا، المهم أنه مقتنع بطرح الإصلاح في الجملة يعني مو بالضرورة يؤيدنا في التفاصيل. هذا كذلك نسبة عالية قطعا فوق 50%، اللي مقتنع أن وضع البلد خطير وأن ابن سعود يعني مسؤول عن هذا الوضع الخطير، وأنه لا يمكن حل المشاكل إلا بتغيير سياسي. معظم الناس مقتنعون بهذا الكلام. نأتي إلى المرحلة الأكثر حساسية، وهي أنه تعاطف مباشر، مو بس مقتنع، أنا أقول تعاطف مباشر، ويتمنى نحن أن ننتصر، يتمنى أن يكون لنا شأن. هذا لا شك أنه أقل، يعني ربما يكون 60-50% أو أقل قليلا، الله أعلم، لكنه قطعا نسبة كبيرة. يأتي أقل منهم كذلك اللي مستعد يتعاون، يعني أو يتمنى، مو مستعد، يتمنى أن يبحث عن طريقة آمنة يتعاون فيها في الداخل، بغض النظر عن التعاون. هذا مو هو تعاون بمعنى يطلع معنا مظاهرات ولا غيرها، لا، يتعاون يعطينا معلومة، يسمع لنا ونسمع له، ينقل لنا معلومة، ينقل لنا أفكار، إذا عنده فلوس يدعمنا بفلوس إلى آخره. هذا كذلك نسبتهم لا بأس بها، يعني ما هي 60-50، يمكن تكون إلى 40 أو 30%. يأتي أقل منهم من هو مستعد للتعاون أكثر، لكن نفس الشيء تمنعه وسائل الاتصال الآمن. ثم أخيرا من يؤمن أنه كأنه عضو كامل العضوية في حركة الإصلاح، هذا لا شك أنه أقل. فهذه حقيقة امتدادنا في الداخل. مع الأسف الشديد بسبب تردد النخب وبسبب عدم خبرة الناس في العمل الحركي ما نستطيع، يعني مو بكيفنا، يعني احنا بذلنا جهد، لكن ما نستطيع أن نستثمر هذا الدعم، لأنه كله دعم أفقي ما هو دعم عمودي. يعني ما عندنا، نعترف أنه ليس عندنا ذلك التنظيم الهرمي الذي فيه قيادات وتوزيعات ومسؤوليات، ما نستطيع، لأن الوضع الأمني وخبرة الناس ما تسمح لنا بإقامة مثل هذا التنظيم. ولذلك نحن نطالب الناس نفسهم أن يبادروا بتنظيمات متفرقة، حتى لا يؤدي التنظيم الواحد إذا ضربته انتهى بالكامل إذا ضرب من قبل الأمن. المهم هذا هو حقيقة امتدادا في الداخل. فنحن منتشرون أفقيا والحمد لله بتأثير كبير، ولكن امتدادنا العمودي محدود، مع الأسف لحد الآن لا يزال محدود.
هل سيؤدي سكوت الناس إلى عمل مسلح؟ قصده يعني سكوت الناس، افترض يقصد سكوت الناس يعني عن العمل الميداني السلمي مثل التجمعات ومظاهرات وغيرها. نعم، إذا هذا القمع وهذا التحدي من قبل السلطة، التحدي العنيف، يعني اعتقال المشايخ وآخرتها اعتقال الشيخ العلوان، وقانون الإرهاب، ويوم ورا يوم فرمانات تحرم الناس من حقوقهم وتزيدهم فقرا وتزيدهم معاناة، والأمير الفلاني يرفض تنفيذ الشيء الفلاني، يقول اللي يقرب أكسر يده، والمزيد من سلب الأراضي وأكل حقوق الناس. لا شك أنك إذا استمريت عاجز عن أن تقدم عمل سياسي سلمي، هذه قانون معروف يعني، وقاله مفكرون كثير، يعني حتى جورج واشنطن، توماس جيفرسون في أمريكا من أوائل من قالوا هذا العمل، أنك إذا منعت الناس من التمرد بطريقة سلمية، فأنت مو بس سمحت لهم، أنت دفعتهم لثورة مسلحة. فإذا سكوت الناس يؤدي إلى عمل مسلح. هنا الذي يؤدي إلى عمل مسلح ما هو السلطة، هنا هؤلاء النخب الذين يجدون المبررات لترددهم وسكوتهم وتفرغهم لأنه يتعشى ويتغدى ويفطر عند فلان ويسير على فلان ويتذاكر مدري إيش مع فلان، ويقنع نفسه أنه قدم شيئا، ويتناقش في أوضاع سوريا وأوضاع مصر وغيرها وينسى بلده. هؤلاء انكفاءهم على ذاتهم وتقصيرهم في التحرك، هؤلاء هم الذين يدفعون الشباب إلى العمل المسلح. بس الوقت ما يسمح، بس يقول ماذا هل لكم رأي في المهدي والملاحم والرايات السود؟ بس باختصار تكلمت هذا الكلام باستفاضة، لكن كل حديث المبشرات وعلامات القيامة، خاصة ما له علاقة بالإنقاذ، يعني شيء إنقاذي مثل المهدي، وهذه لي عنقها من أجل أن تركب على الواقع، هذه مع الأسف الشديد ظاهرة سيئة جدا، أنا ما يعني أتضايق منها جدا. يا أخي نحن لا، إذا صح عندك الحديث لا يستطيع، لا يجوز قطعا، لا يجوز أن ترفضه، ما في شك، لكن ما يصلح أنك تروح تجمع لي كم من الأحاديث الضعيفة والأحاديث التي بالقوة ترتفع إلى مستوى الحسن، وتلزقها على بعض وتطلع منها سيناريو وتسحب هذا السيناريو وتعمل يعني لي يمين ويسار حتى يركب على الواقع الحالي. هذا تكلف فيه مبالغة في الهروب من الضعف الذي نعيشه. ما يصير أنت إنسان لا تعالج الضعف الذي تعيشه بالآمال والخيالات، عالج الضعف بالتحرك، بالعمل، عالجه بالعمل، بالإنجاز، بالمسؤولية، تحمل مسؤولية. ما تعالجه بهذه الطريقة التي فيها لي لأعناق نصوص. يعني كثير لا أريد أن أدخل لأن الكلام هذا يحتاج إلى تفصيل شرعي، لكن كثير من الأحاديث التي يستشهد بها أحاديث ليست في الصحيحين، بل ليست صحيحة، بل بعضها لا يكاد يصل إلى مرتبة الحسن، إما ضعيفة أو موضوعة. خاصة حديث السفياني وبعض حديث الرايات السود، وكثير من حديث المهدي، كثير منها ضعيفة أو حتى موضوعة. الحديث يقول لك الحديث الصحيحة في المهدي قليلة جدا، لا يمكن تركيبها على الأحداث التي عندنا. وكذلك حديث الملاحم، يعني الآن بعض الناس اجزموا خلاص أن ما يجري انتهى، يعني حسمها أن ما يجري في سوريا هو بالضبط حديث الملاحم. لا يصلح يا جماعة، ما يصلح هذا الكلام، فيه إحالة لنفسيات الناس وإحالة لمشاعر الناس إلى هذا الشعور وإيكال لها. يعني خلاص ما عاد يعتمد على نفسه، يجزم بأن القدر قد سير بهذا الاتجاه، أنه ما يحتاج يجتهد، من الأمر مسير بهذا الاتجاه. سأتكلم عن هذا الموضوع باستفاضة في وقت لاحق. بقي سؤال مهم، يعني لماذا انتعش الإلحاد والعلمنة خلال 10 سنوات الأخيرة؟ هذا نتركه لوقت آخر، نكتفي بهذا القدر ونلتقي في يوم الاثنين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك الله ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.